ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. نتناول في هذه الحلقة قضية الأسرة المسلمة والعادات والتقاليد القديمة والحديثة، وموقف الأسرة منها، وكيف الأسرة تعيش في هذا الزمن المعاصر توفيقا واستفادة من تلك العادات القديمة. وسنتناول أيضا هل العادات والتقاليد تتعارض مع سماحة الشريعة الإسلامية وما جاء بالكتاب والسنة من التوجيهات في بناء الأسرة. كذلك سنتناول كيف يمكن أن نعيش في ظل هذه الظروف الراهنة في محاربة العفة وفي محاربة الأسرة، بناء الأسرة الإسلامية، وفي ظل إرادة الغرب الذي يشن حربا عشواء على الأسرة وتدميرها من خلال قنوات كثيرة. سنتناول إن شاء الله هذه القضايا مع شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف باسمكم جميعا. أرحب بفضيلته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. في البداية نحن نريد أن نعرف الأسرة ما المقصود بها في الإسلام، ثم سندخل بعد ذلك في الأسرة التقليدية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مفهوم الأسرة في الإسلام هو من المفاهيم فعلا، أو من القضايا التي أولتها الشريعة الإسلامية اهتماما خاصا، وربما فصلت فيها تفصيلا لم تترك كثير من القضايا أحيانا في مجالات أخرى تتركها مثلا لقواعد كلية، تتركها لأحكام كلية، إلا في موضوع الأسرة فإن جانب الأحوال الشخصية فيه يعني تفصيل كبير جدا، ولذلك ما تركت المساحة فيه لاجتهادات الناس أو لخلافاتهم ولصراعاتهم الخاصة، بل حددت الشريعة الإسلامية المفهوم الصحيح لمعنى الأسرة في الجانب الشرعي. وهنا قبل أن أتكلم عن الأسرة دعني أتكلم عن رؤية الإسلام عموما في بعض الأمور فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، في جانب العلاقة بين الرجل والمرأة تحديدا. الإسلام في موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة منذ البداية ينطلق من مفهوم أساسي يرتكز على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي ركيزة استمرار النسل البشري، أنه لا بد من العلاقة بين الرجل والمرأة من حواء وآدم عليهم السلام
إلى قيام الساعة يجب أن تراعي هذا المقصد، مقصد استمرار النسل البشري وعدم انقطاعه. هذا جانب. الأمر الثاني الذي أيضا الركيزة الثانية التي تبنى عليها العلاقة أيضا بين الرجل والمرأة هو ما تسميه الشريعة بحفظ الفروج وموضوع الإحصان. فنلاحظ بأن موضوع الإحصان وموضوع حفظ الفروج أيضا مسألة أساسية، ونصوص القرآن الكريم كلها ربما حتى في تحريم الفواحش وتحريم المنكرات تجد العلة الأساسية فيها والذين هم لفروجهم حافظون. فيجب أن يكون هنالك مقصد استمرار النسل البشري، ويجب أن يكون هنالك أيضا مقصد حفظ الفروج. بناء على ذلك لما كان موضوع النسل البشري يحتاج إلى علاقة بين الرجل والمرأة، وموضوع حفظ الفروج أيضا يحتاج إلى تقنين وتنظيم والخروج به من دائرة الحيوانية إلى دائرة التنظيم الإنساني، فإن الشريعة رتبت موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة في العلاقات الجنسية على أساس عقد وميثاق. بل سبحان الله أعظم ميثاق في القرآن الكريم ذكر هو ميثاق الزواج. يعني حتى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تبنى صحيح على مواثيق وعلى عهود، لكن سبحان الله لما أطلق القرآن الكريم ميثاقا غليظا أطلقه في حيثية الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة. إذن القرآن ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة لاستمرار النسل البشري ولحفظ الفروج بين الطرفين، وهنا تنشأ في هذه العلاقة تنشأ علاقة شرعية بين رجل وامرأة بضوابطها وقوانينها. فمثلا تراعى في موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة ما نسميه نحن منظومة المحرمات أو المحارم. فتجد أن الإنسان عندما يقيم علاقات يجب أن يجتنب المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم. إذن هذا تنظيم. هنالك مجموعة من النساء لا يقترب منهن الرجل في علاقة زوجية، إذن نظم هذا الجانب. ثم تنشأ أيضا علاقة أخرى، وهو نتيجة هذه العلاقة بين الرجل والمرأة بالعقد الصحيح وبالميثاق الصحيح، تنشأ أيضا العلاقات النسبية، فينشأ هنالك انتساب للأبناء بناء على هذا العقد الذي ترتب بين الرجل والمرأة. ثم تنشأ أيضا علاقات المصاهرة، وهو أن الرجل دخل على أسرة، هذه الأسرة أيضا تنشأ فيها علاقات محرمية بطريقة أو أخرى. يعني الأبناء مثلا سيكون لهم محارم من أخوات الأم ومن جداتهم، فنشأت على كل علاقات أيضا بهذا النوع من المصاهرة والرحمية. النقطة الثالثة أيضا فيما يتعلق بهذا الجانب في العلاقات، تنشأ علاقات اجتماعية كحقوق وواجبات من قوامة ومن تنظيم ومن تراتب ومن كذا. فعلى كل هذه الأسرة وضعت لها الشريعة نظاما دقيقا: من الرئيس، من الذي يقوم بواجبات المنزل، من الذي عليه الأعباء خارج البيت، من الذي يقوم بالتربية للأبناء إلى غير ذلك. إذن هنالك تراتبية معينة وتنظيم دقيق نتيجة هذا العقد الذي رتبناه بمفهوم الأسرة في الشريعة الإسلامية. أخيرا ترتبت عليها أيضا ما نسميه بالعلاقات المالية والعلائق المالية. هنا سبحان الله مسألة مهمة جدا ربما يغفل عنها كثير من الناس. الشريعة الإسلامية عندما قالت أن العلاقة بين الرجل والمرأة صحيح تنشأ على التراضي وتنشأ على العقد الشرعي الصحيح ولا تكره المرأة على الزواج، لكن رتبت إنه والله فيما يتعلق بشأن الخارج والعمل والضرب في الأرض على الرجل، فيما يتعلق بالعلاقة داخل الأسرة في البيت على المرأة. هذا الأصل. نحن نتكلم الآن ليس على الاستثناءات، الأصل أن المرأة تقوم بواجبات البيت، والأصل في الرجل أن يقوم بجانبه. طيب هنا نلاحظ سبحان الله كثير من الناس تشغلهم قضية النواحي المالية، يقول لك والله يا أخي أنت حبست المرأة ولم تجعلها منتجة. طيب هذا الإنتاج الذي كلف به الرجل خارج البيت إذا حصل أي سبب من الأسباب، طلقت المرأة، مات الرجل، غيرها، سبحان الله رتبت أيضا الشريعة الإسلامية العلاقات المالية بحيث هذا الإنتاج الذي أنتجه الرجل ليس حكرا عليه كما هو في أوروبا مثلا، ليس حكرا عليه، إنما المرأة والأولاد يتوارثون هذا الموضوع بطريقة شرعية، فلها على كل أيضا من النصيب الذي ظل يعمل فيه الرجل 50-30 سنة عندها نسبة نسبة من المال. وهذا تدخل طبعا تحت قاعدة الحجز على كل يوجب النفقة أو السجن يوجب النفقة، أو الحبس يوجب النفقة، فأنت حبستها صحيح، لكن في مقابل هذا الحبس ما احتكرت أيضا الثروات المالية لك فقط، بل عندها نصيبا مفروضا في هذا الجانب. إذن سبحان الله الأسرة الشرعية باختصار شديد هي عبارة عن علاقة
شرعية قائمة على ميثاق بين الرجل والمرأة، هذا الميثاق محدد فيه النظم، محدد فيه القوانين، محدد فيه التشريعات، محدد فيه العلائق، ثم تتأسس على هذه العلاقة الشرعية مسألة البنوة والأبناء وتربيتهم، ثم أيضا هذا العقد في التصور الإسلامي يستمر معهم ليس في الدنيا، وخصوصا إذا كان والله استمرت العلاقة إلى أن يتوفى الرجل والمرأة، تستمر هذه العلاقة إلى الدار الآخرة وتنشأ هنالك علاقات أيضا علاقات أخرى. هذا باختصار شديد إذا أردنا أن نقول الأسرة المسلمة. فليست هنالك علاقات بهيمية في التصور الإسلامي، وليس هنالك علاقات بين رجل ورجل تنشأ منها أسرة، لا بد أن تكون الأسرة أساسها رجل وامرأة، وبالتالي وليس هنالك أسرة في التصور الإسلامي تنشأ من امرأة وامرأة. يعني هذه كلها لا تعتبر علاقات شرعية في المفهوم الإسلامي فيما يتعلق بمفهوم الأسرة في الإسلام. جميل، جزاكم الله خيرا على هذا البيان المختصر المفيد. طيب لو عرجنا شيخ حسن على الأسرة التقليدية، على الأسرة التقليدية والتي اليوم ربما هي مهددة بالانقراض، وما المقصود بالأسرة التقليدية أصلا؟ يعني نحن كشعب إريتري ما الذي نحن ننظر إليه في مجال الأسرة التقليدية؟ نحن عشنا ولدنا بين أبوين مسلمين يدينان بدين الإسلام ويعتقدان أيضا مذهب السنة اعتقادا، ووجدنا أن المجتمع الإريتري يعني يعمل بمجال الشريعة، فهناك قبول وزواج وإيجاب وقبول، وهناك أيضا يعني إقامة الحفلات والولائم. هذا أخذناه كابرا عن كابر. هناك بعض الأمور التقليدية أن الشاب يخطب البنت من أهلها، وأن البنت يعني تشاور أهلها، ومن ثم يحصل بعض العادات التي هي ما يتقدم ما يسمونه بالشيلة وما الشيلة والأشياء هذه. حدثنا عن هذا الموضوع شيخ حسن. نعم، طبعا كما تفضلت فيما يتعلق بمعظم المجتمعات المسلمة، معظم المجتمعات المسلمة تكاد تتفق فيما يتعلق بالأصول الشرعية للزواج. يعني لا يكاد مجتمع مسلم، يعني ممكن تخرج في بعض التفاصيل الجزئية التي ليس لها علاقة بالأركان والشروط. موضوع الأركان والشروط هذه غالب المسلمين متفقين فيها. فمثلا ركني الزواج وهو الإيجاب والقبول، هذا شبه متفق عليه، لا تكاد تخرج إلا نتيجة جهل من بعض المجتمعات تجبر البنت على أن تتزوج ممن تكره. لكن الغالب في المجتمعات المسلمة إن والله يجب أن يتوفر هذان الركنان الإيجاب والقبول، وهذه حالة أساسية. الأمر الثاني يجب أن تتوافر أيضا، وهذا الغالب أيضا في المجتمعات المسلمة، تتوافر شروط الزواج. الأركان إذا قلنا هي الإيجاب والقبول، فتلاحظ أيضا موضوع الشروط وهو قضية الشاهدين وقضية الولي. هذه أيضا معظم مجتمع وخاصة مجتمعنا الإريتري المسلم يكاد لا ينفك عن هذا الموضوع. فهنالك الشهود حاضرين، ومسألة الولي أيضا تكون حاضرة، نادرا ما يخرج أيضا هذا الجانب، حتى وإن وجد أحناف، لكن تلاحظ أن هذه المسألة منضبطة، بحيث والله ليست هنالك فتاة مثلا تترك أهلها وتتزوج بمحض إرادتها، هذا الأصل العام. فهذا الجانب. تبقى بعد ذلك فيما يتعلق بالآداب، فيما يتعلق بمسألة الوليمة كما تفضلت في مقدمات الزواج، ما يصاحب ذلك أيضا من قضايا الإشهار. هذه أحيانا قد تحصل فيها على كل توسع، وأحيانا يحصل فيها تضييق. فبعض الناس مثلا في موضوع الإشهار طبعا وهو أن يعلم هذا الزواج وأن لا يكون سريا. والإمام مالك عليه رحمة الله ربما قدم شرط الإشهار على شرط الإشهاد. فتلاحظ بأنه يركز في يجب أن يعلن الزواج ويكون معلوم حتى لو لم يكن له شاهدان. هذه مسألة عند المالكية، بس الإمام مالك يشدد فيها. فقضية أنه والله شخص يأتي بامرأة ويشهد فيها شاهدين فقط دون أن يعلن، الإمام مالك له فيها على كل تحفظ في هذا الموضوع. زواج السر طيب، هذه قضية عنده، ما قاعد يقول لك يعني الإمام مالك يرى الإشهار أهم من الإشهاد. ويقوم أحيانا مقامه، لأن الإشهار يقوم مقام الإشهاد. ثم خلاص أنت ما شاء الله كالحديث المتواتر.
وهذاك اعتبره حديث احد. عملت صالة ما شاء الله، كذا عملت ودعوت صالة الناس. وجمعت الناس وجبت الوليمة والكل عارف انك ايه؟ زواج. انتهى الموضوع. نعم. الإمام مالك يرى انه والله اذا حصل الاشهار لا يلزمنا. طيب زواج السر ايش حكمه يا شيخ حسن؟ على كل زواج السر فيما يتعلق إذا كان توفر فيه الركنان الرضا والقبول وتوفر الولي وتوفر شاهدين، توفر الشاهدان، فهو صحيح إن شاء الله. هو صحيح. هو صحيح. يعني ما دام الولي موجود والرضا موجود بين الزوج بين الزوجين، وكذلك وجود شهود، انتهى هذا الموضوع. وكمان لو مشيت وثق الإنسان هذا الموضوع من ناحية قانونية يكون أكد أكثر. لكن أهله لا يعلمون مثلا؟ ليس شرطا. ليس شرطا. ليس شرطا، نعم. لكن أهلها لا بد أن يعلموا. لا بد أهلها يعلموا. الولي وليها يعلم. مش أهلها كلها، الولي تحديدا من هو مسؤول عن أمر هذه الفتاة لا بد أن يعلم، سواء كان الأب أو الإخوة أو الأعمام أو الجد، لا بد من هو مسؤول عنها كولي يكون يعلم به هذا. لكن هذا يا شيخ حسن ما يسبب مشاكل مستقبلا؟ يعني مثلا إذا تزوجها بالسر ومثلا يعني حصل منها إنجاب، وهناك يعني ربما أحيانا المرأة لا يكون عندها أوراق ولا ثبوتات، ما يحصل هذا مستقبلا مشاكل؟ وأحسنت على كل هذا الموضوع. هي الذين تحفظوا في موضوع عدم الإشهار هذه علتهم. قالوا كيف يعرف بأن والله هذه المرأة التي لم تشهر زواجها ويدخل عليها رجل ويطلع منها رجل، هذه شبهة في حقها وقد يساء فهمها. ثم أيضا غدا قد لا يعترفون، إذا كان بالذات له زوجة وأولاد قد لا يعترفون بهذا الزواج. فعموما نحن نتكلم زواج السر في بلادنا موجود. نعم موجود. لكن أنا أريد أن أصل إلى جزئية في هذا الموضوع فيما يتعلق بموضوع السر والعلن. أنا أقول لا حرج من أن تنظمه الجهات الرسمية فيما يتعلق، هذا الحد الأدنى في الجانب الشرعي، أنا أتكلم الآن الحد الأدنى في الجانب الشرعي. لكن فيما يتعلق من مفاسد ومصالح وكذا في هذا الزواج، فإن ولي الأمر الشرعي تحديدا يمكن أن يضع من الشروط ما يؤمن ما يؤمن سلامة هذا الزواج. وهذا يدخل في الجانب الجانب الفقهي التقنيني، وليس في الجانب بتاعت الأصل. أصل المسألة إنه والله وجود ولي، وجود شاهدين، وجود رضا يحقق الجانب الشرعي. لكن الجانب الاجتماعي والقانوني هذا جانب آخر كما تفضلت. الجانب الاجتماعي في إنه كيف ينظر المجتمع إلى هذه الحالة، كيف نحمي الناحية القانونية في المستقبل، هذه كلها قضايا يمكن أن تنظم من ناحية. لكن أيضا من ناحية أخرى هو أجاز العلماء كما تفضلتم زواج السر. نعم. لأنه قد يكون فيه مصالح للزوجة. نعم. بدل أن تبقى هي بلا زوج. صح. والزوج ربما يتضرر بالإعلان عن الزواج، فبالتالي هي يحصل لها العفة ويحصل لها الذرية كذا. طيب ما دمنا ذكرنا هذا. نعم. زواج المسيار ما حكمه؟ زواج المسيار، الزواجات من كل الزيجات التي، وهل يوجد في إريتريا مسيار؟ زواج المسيار أنا في ما أعرف عنه ربما قليل، يعني وإن كان في الآونة الأخيرة يعني التأثر بالمجتمعات الأخرى وارد، يعني التأثر، لكن ما نعرفه في إريتريا على كل قديما. حتى زواج السر قد يكون عندنا بالذات. لا زواج السر موجود. لا نحن على كمان. هي على كل قد تختلف كما تفضلت من مكان لآخر. وينفضح الزوج عند وفاته، تأتي الزوجة الثانية أو الثالثة يعني بأبنائها في وفاته وتقول هو زوجي. نعم. وهؤلاء عيال. هذه الإشكالية، المجتمعات التي تتحفظ في التعدد تواجه هذه الإشكالية. نعم. لكن نحن في بعض المناطق وبعض القبائل بالعكس، المرأة إذا ما تزوجت عليها نفسها بتعتبرك أنت ضعيف يعني. بالله عليك بعض المجتمعات كده. بالله على هذه المجتمعات. هذه موجودة. المجتمعات اللي ما عندها إشكال مع التعدد ما تحتاج أصلا إلى أن تلجأ إلى هذا النوع من زواج المسفار. زواج المسفار وزواج المسيار، كل الزيجات التي على كل فيها الجانب السري إذا توافرت الشروط الأساسية وتجنب الإنسان فيها النية السيئة فيما يتعلق بنية الطلاق. بس هذه مسفار نية الطلاق شيخ حسن. هذه الإشكال، إذا حصلت عملية نية الطلاق فهو حتى وإن صح العقد ظاهرا فهو آثم عند الله. فهو آثم يعني، لأنه نحن مثلا من ناحية فقهية الفقه يتعامل مع ظواهر الأشياء، أما البواطن ما له دخل فيها، ما عنده علاقة. يعني الآن من منا الناس والله أثناء العقد نعرف إنه والله هو ناوي يطلق ولا ما يطلق. صحيح. فهو عند الله. نحن يهمنا إنه والله هذا الرجل في إيجاب، في قبول، في ولي، في مهر دفع، انتهينا. والله نيته عند الدخول
هذه عند الله سبحانه وتعالى، هو قد يأثم فيها لأنه مثلا أضر طيب بالمرأة. زواج السر لبناتنا مثلا اللي يحضروا عندنا هنا في تركيا واللي يسافروا إلى أوروبا وكذا، يعني أحيانا قد هي تقع في غرام مع رجل وتريد أن يعني تبني معه علاقة يعني شرعية وليست علاقة محرمة، فبالتالي ربما هي توافق على الزواج بالسر. نصيحتكم لهؤلاء الأخوات؟ والله نصيحتي لهؤلاء عموما، المرأة سبحان الله الشريعة انحازت إليها، انحازت إليه، وللأسف الشديد الذين لا يدركون حكم التشريع يظلمون المرأة من حيث لا يدركون. مثلا الشريعة لما قالت شاهدين، الشريعة لما قالت مهر، الشريعة لما قالت ولي، كل ذلك لحماية من؟ المرأة، حماية المرأة. الرجل ما عنده مشكلة أصلا، نعم، الرجل ما عنده مشكلة، لكن المرأة بحاجة إلى هذه الولاية، وهذا سبحان الله أحد معاني الإحصان والحماية. يا سلام، الحماية، الإحصان عظيم. أيوة، يعني تحصنكم من بأسكم. الإحصان واحدة منها الإحصان الذاتي الأخلاقي، وإحصان من يحمي المرأة. هذه الولاية هي شكل من أشكال الحماية. هذه المرأة حصل لها في أي مرحلة من مراحل الزواج اختلاف مع الزوج، لا بد أن يكون لها هنالك من يسندها ويقف معها في مواجهة الرجل من أوليائها. تصور لما تأتي المرأة ولا تخبر أوليائها ولا يكون لهم علم أصلا بأن هي تزوجت ولا ما تزوجت، مصيبة. ثم فجأة تجيهم بعد فترة بطفل أو تقول لهم والله حصل بيني وبين الزوج، ويقولوا ما تزوجت أصلا. نعم صحيح. فنحن ننصح عموما في هذه الأمور، وأنا عموما كل من يأتيني مثلا لعقد الزواج أو كذا لا بد أن أتصل بولي الأمر، خصوصا الأب إذا حاضر أو حي في الحي ولو في أي مكان يتصل عليه. واليوم وسائل التواصل الاجتماعي صارت ما شاء الله أقول لهم صوت وصورة كأنه جاهز، كأنه موجود. يا فلان أنت هذه بنتك، هاي بنتي، أنت راضي هذا الزواج، هي مقدمة لزواج من فلان الفلاني. نعم. هذه كلها حماية لها، ليس شكا في من يأتوا. بعض الناس يتصوروا أن احنا شك، لا، نحن نريد أن نطمئن ونستوثق إن والله هذه البنت يجب أن نحميها. صحيح وقعت في ليست الغرام فقط، أحيانا الحاجات يا شيخ، أحيانا الحماية نفسها. هذه المجتمعات اللي انت فعلا قد تكون فيها سبحان الله المرأة ضحية لكثير من ضحية العمل، ضحية المواصلات، ضحية كثير من الأشياء تقع فيها المرأة، فتحتاج إلى من يحميها. هنا أقول على كل نأمل من أولياء الأمور أن يتساهلوا إذا أخبرتهم. للأسف بعض إخواننا مثلا الصوماليين تجد البنت خلاص تخبر والدها والقبيلة تجتمع ما تريد أن تزوج مثلا زيد من الناس، فيقع إشكال. فأنا عموما نصيحتي للأخوات البنات عموما أن يخبروا أولياء أمورهم وأن يوفروا الشروط الشرعية، ونصيحتي لأولياء الأمور متى ما أيضا الفتاة اتصلت بأبيها أو بأخيها أو بعمها أريد فلانا أيضا أن لا يمنع من ذلك ما دام هو مطمئن إلى أن الشخص قادر وأنه جاد وأنه سيحميها إن شاء الله ويوفر لها. مشاهدي الأكارم، ما لو أن امرأة أرادت أن تتزوج بغير مسلم، وما حكم زواج اللاتي يعني عقدنا الزواج في الميدان بكلمة عوة حفاش وتم التعاقد بينهم بحضور السياسات، ما حكم هذا الزواج؟ كذلك هل يجوز زواج النصراني من المسلمة؟ وهل يجوز زواج المسلم من النصراني؟ كل ذلك نجيب عليه إن شاء الله مع فضيلة الشيخ حسن سلمان بعد الفاصل. كونوا معنا. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. للأطفال عالم خاص بهم يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات.
والإبداعات. عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم، ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. خلينا دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام إعلامية. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ حسن، زواج الإريترية من النصراني الكافر في بلادنا قليل جدا وليست ظاهرة، وكذلك أيضا في المجتمعات الإريترية في أوروبا وأمريكا وأستراليا موجود، ولكنه قليل وليست ظاهرة ولله الحمد. وأن التي تجرؤ على فعل مثل هذا تعتبر هي منبوذة من المجتمع، والناس في المجالس تلوكها وتغتابها وليس لها أي قيمة ولله الحمد. إلا أنه موجود. حكم ذلك هذه واحدة عشان تمر عليها كلها. والأمر الثاني، أما الزواج في الميدان وقبل التحرير، فزواج المسلم من النصرانية وزواج المسلمة من النصراني موجود في الميدان وبكثرة، ولا أصلا لا يعترفون بالعقد والإيجاب، وإنما موافقة البنت وموافقة الزوج، ويطلقون النار إلى السماء وعوة حفاش ويتم الزواج هكذا. يعني حكم ذلك يا شيخ حسن؟ نعم، أولا نحاول أن نؤكد أن موضوع الزواج والعلاقات بين الرجل والمرأة كما ذكرنا الشريعة تنظر إليها بأنها ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو ميثاق مع الله قبل أن يكون ميثاق بين الرجل والمرأة فقط. الأمر الثاني أيضا نحب أن نقول بأن هذه المسألة لها علاقة بالجانب الاجتماعي. يعني الشريعة لما تضع قيود وتضع شروط يعني مثلا ديك مثال، لما أباحت الشريعة للمسلم أن يتزوج من النصرانية، صح هذا حكم شرعي، لكن إيش الجانب الاجتماعي المترتب على هذا الوضع؟ الجانب الاجتماعي المترتب على هذا الوضع أن الابن الذي ينتج عن هذا الزواج هو شرعي عند المسلمين. يا سلام، ما فيه إشكال، اجتماعيا الولد لا يكون منبوذا. نأتي إلى الطرف الآخر. الطرف الآخر خليك أن يكون في علاقة مسلم مع
أو امرأة يعني متناقضة في الدين، هم في المذهب الواحد يبطلون مثلا أحيانا زيجات بعض. فتصور امرأة مثلا مسلمة تذهب لتتزوج من نصراني، دينها لا يقبل ذلك ودينه لا يقبل ذلك، فمرفوض هنا الولد من الجهتين. من الجهتين. هنا نحن أجرمنا في حق هذا الجنين. أما في الشريعة وفرت لهذا الجنين حاضنة اجتماعية متقبلة، بمعنى أنت يا نصرانية تزوجك المسلم، هنا زواجك عندنا معترف به ومعتبر شرعا ولا حرج في ذلك. لكن مشكلتنا الجانب الآخر ديانة لا يعترف بك أصلا، ويعتبر هذا المولود ليس مولودا شرعيا. هذه الإشكالية طبعا للأسف الشديد بعض الناس اللي ما عندهم إلمام بالشريعة وإلمام كذلك بالطرف الآخر الأحكام حتى في المسيحية كيف ينظرون إلى هذا الجانب، يتصور بأنه والله المسلمين يمتنعون فقط من الناحية الدينية. لا، نحن نمتنع من ناحية دينية ونمتنع من ناحية أيضا اجتماعية، من ناحية اجتماعية. وبالتالي لا يصح شرعا للمرأة المسلمة أن ترتبط بعقد زواج مع شخص غير مسلم، وإذا وقع ذلك فإن هذا الزواج باطل باطل باطل، بل هو زنا. وما ينتج عن هذا الزواج من أبناء وغيره فهو أولاد أبناء زنا ولا يعتبرون أبناء شرعيين. الله المستعان. طيب شيخ حسن، الأعراف والتقاليد، موضوع عوتنا حفاش ده أيوة الموضوع بتاع عوتنا حفاش هذاك أصلا ما عنده علاقة لا بالزواج على الطريقة المسيحية ولا بالزواج على الطريقة الإسلامية. فهذه إشكالية في الطرفين. هو زواج إلحاد، هو عبارة عن زواج إلحاد، زواج سميه ثوري، على كل لا علاقة له بالأحكام الشرعية. وفي وقتها هم أصلا تجاوزوا قضية الدين كما كانوا يتصورون وذهبوا مذاهب على كل شتى، فوقعوا في إشكالات. هل لا يزال موجود في الميدان هذا الكلام؟ أتصور بعد دخول الثورة إلى المجتمعات وعودة الناس إلى أهاليهم اختفت هذه الظاهرة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب شيخنا، الأعراف لكن يمكن أن يكون هنالك زواج مدني، هذا على كل يمكن، يعني يمكن أن يكون الرجل والمرأة يذهبون إلى الزواج المدني ولا يذهبون إلى الزواج الشرعي، هذه واردة لكن قليلة. نعم، يعني مثلا الآن ما في قاضي شرعي تجيه بنت مسلمة يزوجها شخص نصراني، فهي تذهب مثلا هذا النوع، مع أنه ما مشكلة ظواهر، يمكن تكون حالات فردية، تذهب إلى الزواج المدني وتعقد على نفسها. طبعا لا يعتبر شيء. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم كأنه لم يوجد أصلا، كأنه لم يقع زواج. نعم. أي نعم. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الكريم، أذكر قصة وهذا يجعلنا نسأل هذا السؤال: هل الأعراف والتقاليد يؤخذ بها في الزواج؟ امرأة تزوجت من رجل وعقد عليها، كتب عليها الكتاب بشروطه وأركانه بحضور الولي وشاهدي عدل، وأمهرها، ثم جامعها فحملت منه ولم يعلن الزواج، وهذا ما يؤيد مذهب الإمام مالك رحمه الله. وبعد أن حملت حصل له حادث وتوفي رحمه الله. فأخبرت أهلها بالحمل، فلما أنجبت أخبروا أن هذا الابن ابنه لعائلته. والعائلة عائلة الزوج أنكروا هذا الابن، قالوا لا نعرفه لأن لم يتم الزواج أصلا، وأنت مخطوبة ولست زوجة. هكذا أخذوا بالأعراف، أن الأعراف الدخول يتم بها بعد الزواج، بعد الإعلان يعني، وفاتهم أن هذه زوجته. هنا يأتي السؤال: هل الأعراف والتقاليد يؤخذ بها في الزواج؟ وضربنا مثالا على ذلك. أحسنت. هو على كل مثال معقد، مثال فيه صعوبة بعض الشيء، يعني للإفتاء فيه يحتاج إلى حصل هذا عارف أنا قصدي أن أقول فيه، يعني هي يحتاج إلى ابن عثيمين ولا ابن باز لكن بشكل عام موضوع الأعراف معتبرة في الزيجات. كثير من القضايا الشريعة تركتها للعرف. مثلا المهور فيها مساحات كبيرة للعرف، المهر الذي يدفع. أحيانا يدخل الرجل على المرأة ولم يسمي لها، مع أن المهر من الواجبات وعند البعض من الشروط، لكن لم يسمي لها، فببساطة شديدة جدا الفقيه يلحقها بمثيلاتها، فتأخذ مهر المثل
ينظر إلى أخواتها وإلى بنات قبيلتها، فمهرها يكون هذا عرفا. تركت كذلك الشريعة النفقة بالأعراف، تركت المتعة بالأعراف، كثير من القضايا تركتها بالأعراف. فالعرف معتبر. شرط تطبيق العرف هو أن لا يكون مناقضا للشريعة فقط، يعني لا يكون العرف معتبرا إذا ناقض حكما حكما شرعيا، وإلا ما عدا ذلك فكثير من المساحات تركت لموضوع. ولذلك سبحان الله هذه الحالة عرضت مرة على الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، بس ما وصلوا مرحلة الإنجاب. امرأة تسأله تقول والله حصل بيني وبين زوجي كذا ونحن لم نعلم، فأمرها بالإسراع في الدخول، قال عجلوا الآن بإيه؟ عجلوا بالدخول، وإلا خطأها بأن أنت خالفت عرف معمول به، وهذا العرف معتبر. الأعراف في هذه القضايا معتبرة، وكما قلت الأعراف نفسها سبحان الله تنشأ بعد مع طول الزمن لمصلحة أحد الطرفين، إما لمصلحة الزوج أو مصلحة الزوجة أو مصلحة الأبناء الذين يعني تفرزهم هذه الحالة. طيب شيخ حسن، في ظل هذه الفتن الموجودة اليوم والإغراءات، وهي يعني تقع في الإغراءات وهو يقع في الإغراءات، والفتن كثيرة جدا، وما في إمكانية الآن إقامة مثلا حفلات والأشياء وكذا، ويأخذها ويعني يتفسح بها وتتفسح به، فيقع هذا الإشكال. كيف نحل هذه المشكلة؟ هو الحل في أنه نحن نعجل الزواج، نعجل الدخول. يعني ليش أنت أصلا منتظر والله إلى أن تعمل المراسم هذه الطويلة، ما دام أنك لا تستطيع أن تصبر ولا تحتمل وأنت معذب كما يقولون في هذه المرحلة، الأفضل أنك والله عجل بالدخول. ما في إمكانية للتعجيل، ماذا أفعل؟ يعني أنا لو مثلا عملت وليمة أو أبوها عمل وليمة ودعا 10 أشخاص، من هنا 10، هذول 20 شخص، أليس هذا إعلان؟ يكفي في الإعلان، ما في إشكال. يكفي. أيوة، أنا أقول في الدائرة الضيقة عجل أمرك. طيب حتى لو جبت بس إن شاء الله 10 أشخاص حتى من الطرفين 5-5. أيوة. وخلي الموضوع ميسور، ويمكن بعد فترة ما شاء الله أهلها وجاها زوجها انتهى الموضوع. أي نعم، مقبولة. أيوة. فنحن نيسر في هذا الجانب، لكن ما نحاول نخالف العرف الذي يتسبب في هذا الإشكال. لكن كثير من مع الناس أنه أنا الآن هذه أيوة. الحالة ما دام أن هنالك عقد موجود والمرأة تدعي أن هذا الابن ابنه، غالبا القضاء سيتجه إلى أن هذا الابن ابنه، نعم، وليس ابن غيره. غالبا القضاء سيتجه نعم. إلى هذا. أيوة. وهذا لمصلحة الجنين. أيوة. لمصلحة الجنين، إلا أن يثبت العكس. أيوة. طيب شيخ حسن، توجيهكم لبناتنا أخواتنا اللاتي يعني يعيشن خارج أوطانهن وخارج أهاليهن بسبب العمل أو كذا، يعني الحمد لله معظم بنات المسلمين عفيفات حقيقة. نعم، عفيفات بصراحة يعني، ولكن يحصل أن هناك ضعف يعني فتقع أو يقع الرجل كذا. نصيحتكم لهؤلاء الفتيات خصوصا فيما يتعلق بزواج السر. نعم. يعني هكذا يشترط الزوج، وهي ربما بسبب العاطفة أو حب أو تعلق بشيء غير توافق على هذا. نعم. هذه الناحية. الناحية الثانية ربما أيضا تتنازل عن حقوقها. نعم. تنازلا كبيرا، فتتنازل عن البيت، وتتنازل عن المهر، وتتنازل عن النفقة. تمام. وفي حالة الخلاف ما لها إلا البكاء. نعم. نصيحتكم لهؤلاء الفتيات؟ والله يا أخي، أنا زي ما ذكرت في السؤال الذي سبق، لا بد من أن المرأة لتحمي نفسها تجعل أولياءها في الصورة. هذه النقطة الأولى من الناحية الشرعية، يعني تحرص قدر، يعني الأمور المالية هذه سهلة، لكن الخطورة أنه والله عرضها وسمعتها وتاريخها أن يلوث بأنها والله أقدمت على حكم غير شرعي أو على زواج غير شرعي، هذه ستظل تصاحبها مدى الحياة. فأول نقطة تخرج بها من الإشكالات الاجتماعية وهي أن أهلها يكونوا لا أحد يحمل بنت مثل أهله، خاصة إن والله تزوجت، نعم تزوجت بعلمنا، لم تتزوج بغير علمنا، قضية نعلم ما نعلم هذا ما شأن، لأنه أنا كولي أمر يهمني هذا الموضوع وهي عندي متزوج. هذه واحد. الأمر الثاني، على افتراض أنها والله خلاص أخبرت أهلها وكذا، يفترض أيضا تدخل الجالية التي هي في المنطقة التي هي فيها. هنالك وجهاء في الجالية وهنالك رجال ما شاء الله طيبين كذا، أيضا تحرص أن تحمي نفسها
بجاليتها قدر الإمكان، يعني ما تكون والله تتزوج زواج الجالية كلها إيه. طيب قضية أنا أثق به وهو إنسان، هذا كلام يا شيخنا عند المحك لا محل له من الإعراب. يعني الترمومتر الأول ده يكون تضعف. صدقني يا شيخ حسن، تقول لك أنا والله شفته مهذب وكذا وأنا دايره، نعم، وأنا خلاص يعني وما عايز أشد عليه عشان ما يفر مني. نعم. كلام ما رأيك فيه؟ هو أنا سبحان الله يعني وقفت على أثر في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، يقول ثلاثة لا يرفع الله لهم دعاء. الإمام الشاطبي هذا النص سبحان الله أو هذا الحديث فيه 3 أشخاص، منها رجل تزوج بامرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ورجل آتى ماله لشخص يعني غير أهل للتجارة ولم يعني يكن أهلا للتجارة وقد نهى الله عن ذلك، ورجل آتى أقرض رجلا مالا أو دينه دينا ولم يكاتبه ثم يدعو عليه بعد ذلك. فهذه الفتاة التي تتساهل في إجراءات القانونية، تتساهل في إجراءات الإشهاد وتقول والله أنا واثقة، مثل هذه الحالة لا يرفع الله لهم، لأنه خلاص. لماذا قال الإمام الشاطبي لماذا قال لا يرفع الله لهم دعاء؟ أنه مظلوم. قال لأن الله جعل له مخرجا شرعيا ولم يتبعه. أنت جعل الله لك مخرج الولي، جعل الله لك مخرج الإشهاد، جعل الله لك مخرج المكاتبة، جعل الله لك مخرج التوثيق. ليش أهملت؟ ليش أهملت كل هذه المداخل ثم تأتي بعد سنة وتقول والله انتهت إيه الرومانسيات اللي عشناها هذه كلها مع شهر العسل ونبقى الآن في إيه جرى. فنحن نصيحتنا على كل فيما يتعلق بتثبيت الحقوق، الفتاة يجب أن لا تتساهل في هذا المجال. جميل. وليس كل الناس أتقياء، إذن يعني ليس كل الناس، في ناس ما شاء الله عرفا، أي المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أي وأذهب في اتجاه التوثيق، أذهب في اتجاه الإشهاد خصوصا في الحقوق. النقطة الثانية أيضا حتى لو تساهلت في كثير من الأمور لكن عليها أن لا تتساهل في استلام مهرها. حق هذا من الحقوق، تقول له أعطيني مهري. ما هي جدية الرجل تثبت وين؟ جدية في المهر، هل هو جاد ولا هو لعوب؟ الله المستعان. والله يا أخي الأخوات إلا من رحم الله تتنازل حتى عن المهر أو أنها تؤخره. هذا من الأخطاء على كل. أي والله. وهي أنا أتفهم أنه هذه الأخطاء تحملها عليها نقطة الضعف، تحملها أنه في النهاية تريد رجل تستظل به، تظن أن الرجل بعد كده أكلها شرابها سكنها سيتولاه، وهو لا يتولى مهر ولا يتولى أكل ولا يتولى شراب، بل بالعكس قد يشاركها في عملها إن كانت أيضا تأف. هذه إشكالية. فنحن عموما ننصح الأخوات بأنه والله لا بد أن تذهب في اتجاه حماية نفسها وحماية عرضها وحماية حقوقها المالية بما حولها من الناس، حول حتى لو ما في رجال من أقربائها يجب أن تدخل رجال من شعبها من قبيلتها من ناسها حتى يستطيعوا إن شاء الله يسندوها في هذا الجانب ويحمونها. نعم. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الشيخ حسن سلمان حول الأسر والتقاليد في الزواج ومقارنتها بالشريعة وما يحصل أيضا في داخل بلادنا من الزيجات. كنا حول هذا الموضوع واستمعتم. نرجو من الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم وقد استفدتم، ونسأل الله تعالى أن يجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل